أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم بيت العيلة. اسمحوا لي إن أنا أكون معاكم النهاردة أنا وزميلي هشام على مدار ساعة ونص هتتنوع فيها الفقرات. يمكن كلنا لاحظنا إن سوق العقارات في مصر أصبح مرتفع جدا، وطبعا مع الظروف الاقتصادية والحرب الموجودة في روسيا وأوكرانيا أصبح هذا السوق يعني أشد صعوبة على كافة المواطنين والشباب اللي هم عايزين يتجوزوا. الأسعار بقت عالية جدا ومش عارفين يتصرفوا ازاي. طبعا مش هنقدر نقول أكتر من إن احنا كل هذه الظروف المحيطة بينا من حروب ومشاكل اقتصادية، وأيضا هناك مواد خام كثيرة جدا أصبحت يعني أسعارها عالية. كل ده بيؤثر في السوق العقارية داخل مصر. ليس مصر فقط ولكن دول العالم كلها تعاني من هذه المشكلة. عشان كده النهاردة عايزين نتكلم عن واقع سوق العقارات المصرية، ما له وما عليه. وبيشرفني أن يكون معايا المهندس سيد الخطيب، خبير الاستثمار العقاري. أما فقرتنا التانية وزميلي هشام هيكلمكم عن كيفية الحفاظ على اللثة والأسنان، وضيفه العزيز أو ضيفته العزيزة دكتور جيلان جمال، أخصائي جراحة اللثة والأسنان. دي الفقرات اللي هتكون معانا النهاردة. خلونا نروح مع بعض لفاصل سريع ونرجع لكم تاني. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد مع خطيبة النساء أسماء بنت السكن الأشهلية الأنصارية. أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لها موقف من الجرأة بما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعني أتت إلى النبي وقالت له: يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لقد بعثك الله للرجال وللنساء، إن معشر النساء محصورات مخضورات مقصورات، قواعد لبيوتكم حاملات لأولادكم، وإنكم معشر الرجال قد فضلتم علينا بالجمع والجماعات، وفضلتم علينا بشهود الجنائز وعيادة المرضى، وفضلتم علينا بأكثر من ذلك كله، وهو الجهاد في سبيل الله. وإذا أراد أحدكم الحج أو يتبع الحج بالحج مكثنا في بيوتنا نرعى عليكم، نحفظ عليكم بيوتكم وأولادكم ونغزل ثيابكم، فهل نشارككم الأجر أو العطاء الذي خصكم الله به؟ فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت بجملته على غير عادته ويقول لأصحابه: أتعلمون امرأة أحسن سؤالا عن أمور دينها من هذه المرأة؟ قالوا: يا رسول الله، ما نظن أن هناك امرأة تسأل سؤالا كهذا. يعني ما فيش امرأة تسأل هذا السؤال الشافي الكافي الوافي. ثم قال لها: يا أسماء، اسمعي مني وأبلغي من وراءك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لرغباته يعدل ذلك كله. الله أكبر. فخرجت من عند رسول الله فرحة مسرورة مستبشرة وهي تقول: يعدل ذلك كله، يعدل ذلك كله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. هذا والله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم مرة أخرى، وزي ما اتفقنا مع بعض فقرتنا النهاردة هنتكلم عن واقع سوق العقارات المصري، ما له وما عليه. ولكن في البداية خلينا نرحب بضيفي العزيز المهندس سيد الخطيب، الخبير الاستثماري العقاري. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك سيدي الفاضل. يعني قبل ما نتكلم عن علو الأسعار والواقع الذي نعيشه الآن، خلينا نتكلم كده ولو ناخد فكرة سريعة عن واقع العقارات في مصر في الماضي. في الماضي خلينا قبل ما ندخل في الجديد واللي احنا فيه نقول قبل كده كان ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أحب أحيي حضرتك وأحب أحيي فريق العمل، وأنا مبسوط إن أنا ضيف عليكم هنا، ورب أكون ضيف خفيف على قلوبكم جميعا. بداية عايزين نعرف سوق العقار، يعني إيه عقار وإيه سوق العقار. سوق العقار هو سوق زي أي سوق، في أسواق كتيرة في كل مكان في كل دولة. سوق العقار بيمثل عندنا هنا في مصر حوالي 20% من ناتج إجمالي الدخل القومي. نعم.
وممكن نضيف عليه كمان حوالي 2% اللي هو انتقال المواطنين من الريف الى المدينه. نعم. فهو حجمه كبير، احنا بنتكلم عن سوق كبير وبيأثر بشكل كبير، وبيتأثر بشكل يعني بيتأثر بالأمور الاقتصادية اللي بتحصل وبالأزمات الاقتصادية بالأمور دي كلها. طيب العقار بالنسبة للناس في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل هو ملاذ آمن للاستثمار. في حالة المشاكل الاقتصادية بتجري الناس على العقار بحيث ان هو بيحفظ لهم على الأقل قيمة فلوسهم، بل بالعكس ممكن بيكسب كمان وبيكسب بنسب كويسة. فالعقار تصنيفه هو صناعة كبيرة، كمان بيدخل فيها حوالي 400 مجال وبزنس في العقار، شركات رسم هندسي، مصانع اسمنت، مصانع حديد، مصانع بويات، مواد البناء، في وظائف كتيرة داخلة بتندرج تحت هذا العقار. لذلك هو بيساعد بشكل كبير في الاقتصاد، بيساعد في البطالة لأن عندنا طائفة المعمار بتاخد عمالة كبيرة جدا جدا جدا. فالعقار مهم جدا، لذلك الناس مهتمة بالسوق العقاري وبمدى تأثره بالأحداث. ببساطة شديدة الناس كانت يعني مثلا في دراسة اتعملت في سوق العقار من 2010 لغاية 2020. جميل. لقوا ان القيمة العقارية بتنمو بنسبة 500%. يعني مثلا الشقة اللي اشتريناها مثلا ب10 قروش من 2010 النهارده ب50 بالظبط. واخد بال حضرتك؟ بس فالعقار الاسعار عاليه، الاسعار عاليه قوي. الاسعار عاليه عشان في حاجات كتيره دخلت في الموضوع ده او بتساهم في ارتفاعه. طبعا الازمات اللي بتمر بيها البلاد كلها مش مصر بس. مظبوط. على ما اعتقد ان هي اثرت في السوق العقاريه المصري، ولا راي حضرتك ايه؟ بالطبع يا فندم بتاثر، علشان المواد الخام اللي بتدخل في صناعه العقار بتتاثر بالتضخم، بتتاثر بارتفاع الاسعار، بتتاثر بانخفاض الدخل وانخفاض قيمه العمله، فبالتالي المواد دي بتعلى، سعرها بيعلى. نعم. وده بينعكس على سعر العقار، فسعر الارض نفسه بيزيد، سعر الحديد، سعر الاسمنت، حتى الاجور نفسها. يعني الناس لما بقت مختلفه، بقت بالظبط كده بقى كل ما الناس اجورها تعلى اللي هي اللي بتشارك في عمليه صناعه العقار، كل ده بيزود طبعا سعر العقار يعني. طيب خليني اسالك برضو، يمكن انا بسمع في الفتره الاخيره كده مصطلح اسمه الفقاعه العقاريه. يعني ايه الفقاعه العقاريه؟ الفقاعه العقاريه دي يا فندم اللي هو ايه، ان بيستمر ارتفاع سعر العقار بزياده تلو زياده تلو زياده فبيوصل لمستوى محدش بيعرف يشتري. مستوى الدخل، يعني كان الاول مثلا انا مرتبي سي رقم معين. اوكي. فكنت بقدر اغطي احتياجاتي اليوميه واحتياجاتي البيت، وبدخر جزء صغير كده على جنب، بعد شويه بيكبر بشتري عقار بحطه في عقار باي هدف بقى، ممكن لاولادي في المستقبل، ممكن للاستثمار، ممكن بالظبط. الناس كانت بتحب دايما تشتري العقارات وتخليها للمستقبل عشان خاطر ولادهم لما يتجوزوا. مظبوط. دلوقتي خلاص ما بقاش المرتب ما بقى يا دوب بيكفي على الاسعار بقت جنونيه فعلا، بدا يكفي يا دوب بيكفي، وكمان ساعات مش بيكفي. فالناس في الحاله دي مش هتقدر تشتري عقار. وهنا بيسموها بقى الفقاعه ومدن الاشباح، اصبح في فجوه بين العرض وبين الطلب. لكن احب اطمن الجميع ان عندنا في سوق العقار المصري الوضع مختلف تماما. بقى لهم سنين بيقولوا فقاعه وبيحذروا من الفقاعه العقاريه، والحمد لله السوق ماشي كويس جدا. بنسبه قد ايه نقدر نقول ان السوق العقاري المصري ماشي كويس وما حصلش فيه؟ ما حصلش فيه فقاعه، لان الفقاعه بتحصل ليه؟ بشكل علمي الفقاعه بتحصل علشان بيبقى في مثلا في دول تانية العقار مرتبط بسند. يعني مثلا بشتري في امريكا مثلا على سبيل المثال، بشتري العقار بقيمه معينه، بروح اخد قرض بضمان هذا العقار بقيمه اعلى،
فاصبح البنك في ورقه خلاص كده احنا العقار بقى على جنب، وفي بقى ايه سند بيقول ان العقار ده قيمته كذا. نعم. فبيرجع لبنك تاني، البنك بيبيعه لبنك تاني عشان خاطر يسيل، فالقيمه بتعلى. اصبح هناك قيمه وهميه للعقار. انما احنا عندنا هنا الحمد لله قيمه العقار في مصر قيمه واقعيه فعليه. هو العقار قيمته مثلا مليون جنيه، هو قيمته مليون جنيه. أيوة. مفيش الزياده الوهميه المبالغ فيها دي اللي هي ممكن تعطل العقار او تعمل فقاعه. حاجه تانية بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للفقاعه، طبعا بيقولوا كتير من سنين ان احنا في فقاعه وكده، لكن اللي بيغذي الموضوع ده الاقتصاديين. ازاي بيغذوه؟ الاقتصاديين بيشوفوها ان في ناس دخلها او مردودها الاقتصادي ما بقاش قادر يشتري العقار، فبقى في فجوه بين العرض والطلب، في ركود. دي من وجهه يعني نظر هم فعلا الناس في شقق كتير، خلينا نقول مزبوط. ان في شقق كتير جدا، مزبوط. ولكن الاقبال على هذه العقارات اصبح قليل لان الاسعار عاليه. أوكي. والشباب مش قادر ان هو يشتري. أوكي. تعالي بقى نشوف نظره العقاريين. بالنسبه بيقولوا ما فيش فقاعه ليه؟ لان احنا في نمو وزياده سكانيه سنويه. بالظبط. يعني معدلها ما يقارب من 2 مليون مولود تقريبا. حالات الزواج بتقترب من مليون حاله كل سنه. اذا احنا في احتياج، قدروه في الدراسات ان احنا محتاجين ما يقارب من مليون وحده سكنيه كل سنه. طيب الوحدات دي احنا كدوله واحنا كمطورين عقاريين، نعم، بنغطي كام في المية من هذا الرقم؟ حوالي من 300,000 ل 400,000، يعني حتى ما وصلناش ل 50%. إذن في فجوة كبير، يعني في طلب كبير قوي والعرض مش مغطيه. طيب ليه الناس مش قادرة تشتري؟ عشان طبعا في شرايح يا فندم زيه زي أي سوق. يعني المستهلك عندنا شريحة محدود الدخل، عندنا شريحة المتوسط، ودي بتمثل حوالي 50% من المستهلك. بالظبط كده. فالشريحة دي لازم يبقى فيه اهتمام بيها. احنا عندنا شريحتين بس تقريبا. انما طبعا الشريحه الكبيره اللي هي المطورين بقى بيعملوا لها الكومباوندز لا بس مش كبيره قوي يعني برضه. هي مش كبيره، هي حوالي 5% او حاجه كده، لكن هي دي اللي فيه اقبال فيها في الشراء، لان عندهم القدره الشرائيه برضه مهما كان موجوده. بس. طيب خلينا برضو نتكلم. يعني أنا سمعت في بعض الدراسات بيقولوا إن كان هناك توقع زيادة أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 10% في عام 2022. هل هذه الزيادة تعدت ال 10% أم لا؟ بالطبع يا فندم، هي تعدت ال 35% كمان. يعني ما كانش هذا التوقع صحيح، لأن هم كانوا متوقعين في بداية 2022 إن تكون الزيادة 10% فقط لا غير. هقول لحضرتك ليه ما كانش صحيح، لأن ما يحدث على الساحة الدولية غير متوقع. الحرب كمان اللي قامت دي كانت غير متوقعة خالص. كانت غير متوقعة، وكمان ما حدش يقدر يتوقع هي امتى هتتوقف او هتنتهي. وارتفاع الدولار اكيد ده برضه هيؤثر بشكل ايجابي جدا. أيوة. في السوق العقارية حتى في الايام المقبلة كمان مع عملية التعويم التي تحدث. مع الاسف هيستمر ارتفاع العقار وفي نسب على الرغم عدم الاقبال على الشراء. ما هو العقار ملوش دعوه، هو هيعلى عشان الخامات نفسها غاليه، عشان المواد الخام غاليه فعلا. بترتفع النهارده، يعني النهارده بس في زياده في طن الحديد وصلت من 200 ل 400 جنيه يعني في الطن. واخد بال حضرتك؟ بس فالزياده هتفضل مستمره، ده حسب التوقعات حتى في 23. 2023 بيتوقع الزياده توصل من 20 ل 25%. طبعا احنا يمكن كلنا شفنا المشاريع الكثيرة التي تمت داخل البلاد، حيث أنه يكاد يكون تم تنفيذ أكثر مما تم على مدار 40 سنة من عمليات بناء. كيف يعني أفادت هذه التنمية نقدر نقول السوق العقارية؟ هو طبعا في النقطة دي أحب أقول رأيي، أبدأ وأقول بسم الله ما شاء الله. طبعا إحنا بقى في مدن دلوقتي، في مدن كان
التوسع العمراني تقريبا احنا كنا عايشين على 7% من بالظبط. مساحه مصر الكليه. مهم. فبدأ يبقى في فكرة أو خطة إن احنا نضاعف هذه نضاعف هذا الرقم أو هذه النسبة. لذلك حتى يعني مثلا القاهرة، الظهير الصحراوي بقى للمدن. مهم. شوف مثلا القاهرة مساحتها قد إيه؟ القاهرة القديمة مساحتها قد إيه؟ مساحتها حوالي 70,000 فدان. بالظبط. هو على مستوى على كل المحافظات اصبح هناك الكثير من المدن اللي تم انشائها، مظبوط يا وده فندم. على ما اعتقد يعني كان مظبوط. ليه تاثير على السوق العقاريه. ده حقيقي، ده حقيقي. طيب احنا برضو شفنا بعض المبادرات اللي قامت بيها الحكومه من اجل تشجيع المستثمرين ان هم يقوموا بعمليات الشراء. أوكي. كيف اثر ذلك في السوق العقاريه؟ هو طبعا لازم يحصل تدخل علشان خاطر يبقى في انتعاش او يبقى تستمر عملية الشراء، وده بيكون من بصراحة ليه تدخل بقى في عملية التمويل. لازم المؤسسات المالية تهتم بموضوع التمويل العقاري، وهو بيحلل الحالة اللي قدامه. مثلا اللي هو مواطن هيشتري شقة، ما يبصش لمستوى مدخوله وهو قد ايه هيقدر يدفع وكذا. هو يبص للعقار نفسه. يعني انا هديك عقار بضمان العقار نفسه، همول لك عقار بضمان العقار نفسه. فلو لو التمويل الفكر فيه اتغير بالشكل ده، اكيد هيعمل حركة كبيرة والناس هتبدأ تشتري يعني. طيب أكيد إحنا بنقول إن هناك الكثير من المبادرات اللي بتتم عشان يبقى في تشجيع لعملية الشراء. من وجهة نظرك إيه التسهيلات اللي إحنا محتاجين، أو يعني مش أنا طبعا، اللي هم أصحاب العقارات، وإن هم يقدموها عشان يقدر المواطن البسيط إن هو يقبل على عملية الشراء؟ بص يا فندم، هو ومن ناحية التسهيلات هم فعلا المطورين بيعملوا تسهيلات. يعني هو المطور بيشتغل دلوقتي شغل الممول، بيدي ساعات بيدي وحده ب0% داون بيمنت. وبيدي بدون فوائد يعني. بالظبط. يعني ممكن يقسط الفلوس ولكن بدون فائده. لا يعني بدون مقدم. بدون مقدم 0%. سوري واخد بال حضرتك؟ اما الاقساط بتمتد لغايه 8 و10 سنين. فده يعني المطور اضطر عشان يبيع ان هو يشتغل شغل البنك. فده هم كده عملوا اللي عليهم. انا شايف من وجهة نظري عملوا اللي عليهم. طب من وجهة نظرك انت شايف ايه الحلول؟ ما هو احنا لازم ندور على حلول تسهيلية. أيوة. للمواطن عشان يبقى فيه نوع من الاقبال. يعني اقول لحضرتك حاجة، انا مرة جاية في تاكسي. اوكي. فوجئت ان السائق نفسه بيقول لي انا عشان اشتري عقار انا محتاج مبلغ كبير ازيد من مليون وانا رجل بسيط. ممتاز. طب حاجة زي ده، رجل بسيط، ايه اللي احنا ممكن نقدمه له عشان نخليه ان هو يقبل على عمليه الشراء؟ اكيد مش هيبقى معاه مليون. اكيد طبعا، اكيد يا فندم. هو هنا البسطاء تقريبا الدوله مغطيه الموضوع ده بالنسبه لهم، وبتعمل حاجه ما حدش هيقدر يعملها. المشاريع الجميله بالصراحه ما حدش هيقدر يعملها غير الدوله. بالظبط. ليه؟ لان بتقدم باسعار ممتازه. بتقدم باسعار ممتازه. كمان طبعا الارض بزيرو تكلفه، المرافق بتبقى بتكلفتها، كمان بيقدر يقسط له لغايه 20 سنه. بالظبط. يعني التقديمه على فكره مش عارفه بتبقى من 15 ل 25%. مظبوط. وبيبقى كل شهر في حدود 400 او 500 جنيه، بجانب ايضا العقارات اللي تم طرحها من خلال البريد المصري، وبتروحوا تاخدوا الكراسه بتاعتها، مش كمان تمليك فقط لا غير، ولكن ايضا عقارات للايجار. يعني انت يا دوبك بتاخد بس المفتاح وبتدخل، وبرضه بمبلغ 400 جنيه حاجه زي كده كانت. ده هو في نوعين من في تمليك وفي ايجار. الايجار كان في حدود 400 جنيه. كان 400 جنيه مبلغ يعني بسيط. مظبوط. للناس اللي عايزه تأجر. أيوة. ولو حبيتوا ان انتوا تمتلكوا هذه الوحده بيتشال ثمن الايجار اللي هو عدى عليه 10 سنين. يعني لو قعدتوا 10 سنين بيتشال المبلغ ده من اجمالي فلوس العقار، وبينفع ان انتوا تشتروا. ودي تسهيلات تعتبر ممتازه يعني. جدا، لانهم بيستلموا الشقه بالعفش بكل حاجه مفروشه جاهزه طبعا. ده حاجة يعني ده موجود فعلا، وحاجه جميله. وبس زي ما قلت لحضرتك، هو في اصلا في يعني احنا محتاجين نعمل ده كتير،
والدوله بدات ومستمره. لا هي وإن شاء الله بتقدم لسه كانت من قيمه كام اسبوع كده، كانت لسه مسلمه شباب كتير جدا في المنصوره. مظبوط الكثير من العقارات، يمكن كل اللي قدموا استلموا الشقق بتاعتهم. مظبوط. وده في حادثه لم يسبق ان بعد شهرين تم تسليمهم العقارات كلها. هو الاهتمام في حد ذاته هيخلي العجله تدور، والموضوع يوصل ان شاء الله للمدى المطلوب منه يعني ان شاء الله. نعم. اما موضوع التمليك فده محتاج بقى ايه، الدوله تشجع المطورين العقاريين ان هم يشتغلوا على الشريحه المتوسطه، تخفض لهم سعر الارض شويه، وتعمل دمج او مشاركات بين الحكومه وبين المطورين دول، بحيث ان هو في الاخر يقدموا منتج عقاري مناسب للي دخله متوسط. او طيب خليني برضه اسالك، يعني مين المسؤول عن تسعير هذه الوحدات؟ لان احنا فعلا بنلاقي ساعات اسعار خياليه، الواحد بيسمعها وما بيبقاش مصدق بالصراحه. مين المسؤول عن السيطره يعني، ولا كل شركه كده بتحدد بنفسها؟ لا هي يا فندم علشان السوق مش سوق او الاقتصاد، خلينا نقول اقتصاد متوتر متذبذب. فانا عايز اقول لحضرتك في بعض المطورين بيوقف بيع مؤقت علشان خاطر يشوف الامور هتستقر وهتتظبط الاسعار ولا لا، علشان يقدر يحط تسعير مناسب. انما احنا نقدر نقول هو سعر العقار بيبدا من الماده الخام المكونه لصناعه العقار، وعلى راسهم الارض. لو الارض سعرها بقى قليل، اكيد المكون النهائي في الاخر هيبقى سعره مناسب. انا بلاقي ساعات بعض الشركات العقاريه كل شركه وليها سعر مختلف، وممكن يكونوا في نفس المكان بس كل واحده بتبيع بسعر مختلف عن الثانيه. مين اللي ممكن تكون هيئة رقابية أو يعني ممكن تتحكم في هذه التسعيرة؟ لأن المواطن بيبقى تحت إيديهم، تحت إيد هذه الشركات العقارية. أكيد. فطبعا المفروض أن يبقى في نموذج بيحمي المواطن المصري. والله هو أكيد لازم يكون في جهات رقابية تقوم بدورها على الشركات دي عشان خاطر تضبط. يعني إحنا محتاجين ولا أوريدي فيه؟ الحقيقة أنا ما عنديش فكرة عن الموضوع ده، إنما خليني أقول إن المشتري نفسه هو يقدر يتحكم في الموضوع ده. يعني اعمل اللي عليك في الأول قبل ما تشتري. بمعنى يعمل اللي عليه يعني إيه؟ يعني يسأل، يدرس. هو حضرتك قلتي في شركتين في نفس المكان، انا بدي يعني انا مش عارفه اسماء طبعا. لا ما هو ده بيحصل فعلا ان انا بشوف كده، ده بيحصل. فانا قدامي ده وقدامي ده، ده حاطط سعر اعلى من التاني. طب هل انت حضرتك بتديني قيمه مضافه، المميزات اللي باخدها من هنا، قيمه مضافه عشان خاطر حضرتك تعلي السعر، ولا هو انت رافع السعر كده بشكل عشوائي وبشكل غير مدروس؟ وبالتالي انا كمشتري بمتنع عن الشراء من السعر، من اللي عنده سعر عالي، وبشتري من السعر المناسب. طيب خلينا نقول ان ما زالت الاوضاع زي ما هي من التوتر، وهذا يدل ان هناك موجه ايضا من الغلاء ستعتري السوق العقاريه. نعم. وما سيعتري السوق العقاري سيؤدي الى موجه ايضا من الكساد والعزوف عن الشراء. نعم. كيف نستطيع ان نوجد حلقه وصل ما بين البائع والمشتري عشان نقضي على هذا الركود؟ والله يا فندم هو الموضوع هياخد وقته وهينحسر. يعني العقار بعد فترة معينة هو هيفضل يطلع غصب عن، يعني الموضوع مش بمزاجهم، مش يعني، لكن مش هيوصل لدرجة الركود. هيفضل يعلى لغاية ما يوصل لمستوى كده معين، لأن عندنا السوق العقاري هنا يا فندم حتى في مقولة مشهورة، بيصلح نفسه، بيعمل إعادة ضبط لنفسه ولا يموت، يعني يمرض ولا يموت. نعم. فشوية كده وهتلاقي الأمور، بس يبقى في رؤية. طب يعني ما فيش خطط أو يعني دراسات ممكن تكون من خلالها نقدر نعرف إلى أي مدى سيستمر هذا الغلاء؟ والله ده شيء يعني صعب احتوائه، لانه داخل فيه عوامل. خلينا نقول ان فيها ازمه المواد الخام وازمات اخرى، يعني مزبوط. ما نقدرش نتوقع ان ما هو داخل فيه حاجات يعني بقى خارجيه مش في ايديكي، وداخل اللي علينا في الداخل بنعمله، ان احنا بنحاول نحتوي يعني الاسعار من حيث
الموضوع يعني نعتبر احنا ممسوكين من المواد الخام اللي بتجيلنا من بره، من مظبوط حاجات مش موجوده عندنا، احنا هي اللي بتتحكم في هذا الغلاء اللي بيعتري السوق العقاريه. ده اللي حضرتك عايز تقوله؟ ايوه يا فندم، ما في مشكله اقتصاديه عالميه مش عندنا احنا بس، فبالتالي دي بتلقي بظلالها على العقار وعلى سعره. فهيفضل الموضوع ده لغايه ما الامور تستقر. طيب، ألست معي أننا بحاجة إلى إدارة حكومية تتحكم في الشركات العقارية، يعني مش هتتحكم فيها هي نفسها، ولكن تنظم. في الأسعار اللي بتطرحها هذه الشركات، وخاصة أنه ممكن يكونوا شركتين أو 3 في نفس المنطقة ولكن هناك تفاوت في الأسعار؟ بالطبع يا فندم لازم يكون في جهة رقابية حتى طبعًا يعني طبعًا. تتحكم في ذلك، أو أن هي تعرف إيه سبب هذا الغلاء. طبعا يا فندم، لما بيكون في سلعه بسعرها بيزيد بشكل مبالغ فيه والامور بتخرج عن السيطره، لازم يكون في جهه رقابيه تنظم هذا الامر وتعيده الى نصابه يعني. من وجهة نظرك يعني ازاي نقدر ان احنا، انا عارفه ان الدنيا فيها ازمه، وعارفه ان في حرب، ولكن زي ما بنقول بيبقى في بعض المسكنات، ازاي نقدر ان احنا نقوم بهذا مع السوق العقاري المصري حتى يستطيع ان ينتعش قليلا؟ هو بالفعل يا فندم يعني هو مازال البيع مستمر، لان احنا هقول لحضرتك احنا ممكن نجيب مشتريين من بره، يعني مثلا فكره تصدير العقار. بمعنى يعني ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا يبقى في ناس غير مصريين يجوا يشتروا عقار عندنا هنا. زي ما بيحصل في دول كتيره حوالينا يعني، بيبيعوا العقار وبيعملوا بيبقى فيه دخل كبير من هذا الامر يعني. في نماذج كتيره في تركيا، في اليونان، في الامارات، دبي، واخد بال حضرتك؟ الناس دي بتصدر العقار. ان هو لو الامر ده تم اكيد هيعمل انتعاشه كبيره، وكمان ان هم يشتروا العقارات. مظبوط يا فندم. وده بتبقى سياسات بقى بتعملها الدوله، بحيث ان هي يعني لازم نحط بعض القوانين اللي تنظم عمليه شراء العقارات من قبل اجنبي، يعني مواطن اجنبي. وهي الدوله بتعمل كده بالفعل، بتغريه ان هو مثلا بتقول له اشتري عقار وتاخد معاه اقامه. زي ما بيحصل بره، ان انت لو اشتريت عقار هتقدر ان انت تحصل على الاقامه بالزبط. ويبقى سهل انك تيجي وكده تاخد جنسيه. بالظبط. كمان بداوا يسهلوا اجراءات تسجيل العقار. يعني كان الاول في مشكله اداريه عندنا هنا، بتاخد وقت طويل عشان تسجل العقار في الشهر العقاري. بس هو الاجنبي لما بيشتري عقار عندنا هنا في مصر مش بيسجل عادي؟ بيسجل عادي، لكن الاجراءات دي كانت طويله بتاخد سنين. فكانت برضو بتعمل شويه ايه، بتخليه يفكر قبل ما يشتري. لكن دلوقتي لما الامور بدات، انا شايف ان في يعني انا بشوف بعض الاجانب من السودان، من دول عربيه بيشتروا عقارات عندنا. بيشتروا مظبوط من يعني دول عربيه ودول اجنبيه، ده موجود بالفعل. بس احنا عايزين ننمي ده. انت عايز يبقى في زياده، ده اللي بالزبط. حضرتك تقصده ان احنا نعمل عمليه تشجيع بقى، تشجيع ان هم يزيدوا في عمليه الشراء. مظبوط يا فندم، بالظبط. فمحتاجين تسهيلات. ايوه. العقبات اللي حضرتك شايفها الاجراءات، ولا ايه العقبات اللي حضرتك شايف ان احنا المفروض نغير فيها عشان نقدر نشجع؟ انا شايف ان ان الدوله بدات بالفعل تعمل اغراءات من حيث تدي المشتري الاجنبي جنسيه في حاله انه يشتري عقار، تديله اقامه. اجراءات تسجيل الشهر العقاري بدات فعلا تبقى بشكل اسرع، يعني تقريبا دلوقتي بتاخد شهر علشان تسجلي عقار. عايزين بقى مزيد من هذه الاجراءات ومزيد يعني احنا من هذه الافكار. تم وضع قوانين ان اللي يشتري شقه او عقار هنا في مصر بياخد الجنسيه؟ عند حد معين، يعني رقم معين. يعني انا شايف مثلا لو في حد اشترى عقار مثلا في حدود $100,000 او $120,000 بياخد اقامه 5 سنين. ده رؤيه حضرتك؟ لا يعني ده موجود بالفعل. ده موجود بالفعل، ان لو اي حد مواطن اجنبي او عربي اشترى ب $10,000 لا ب 10 $100,000 $100,000 فما فوق. فيما فوق بياخد الجنسيه المصريه، بياخد اقامه 5 سنين. اقامه مش جنسيه بالظبط. ما انا عشان كده انا بسالك. ممكن بقى الجنسيه، انا المعلومه مش عندي، يعني ممكن الجنسيه لو هيشتري باكتر من كده يعني ما اعتقدش موضوع الجنسيه قوي لا يعني. ليه؟ ما هو موجود في دول حوالينا بيعملوا الدول، بس احنا عندنا هنا في مصر والله يا ريت لو مش موجود يتعمل.
بحيث ان هو يسهل يعني يخلي نقدر ما هو العقار منتج زي اي منتج. لما نبيعه بشكل كبير هيعمل دخل قومي وهيعمل وفرة في التدفق الأجنبي كمان يعني. فاحنا ممكن نشجعهم ببعض العروض المقدمة زي الجنسية، الإقامة، كل ده هيساعد على ان هم يبقوا عايزين يشتروا ونبيع اكتر. والاجراءات اصبحت ميسره، يعني ما بقاش فيها المشاكل اللي كانوا بيشوفوها قبل كده. ده حقيقي، الموضوع مختلف عن الاول، وطبعا نرجو المزيد يعني. نعم. طيب انت حضرتك قلت ان المواد الخام كتير منها جدا بنجيبها من بره. صح؟ ده حقيقي يا فندم. يعني مثلا احنا كنا بنستورد حديد من اوكرانيا. فمع الحرب دي كده خلاص. بالظبط. فالموضوع برضو بيساهم بشكل كبير في ارتفاع، ان احنا بنضطر ان احنا نشتري من اماكن اخرى ممكن تكون اكثر غلوا بتكلفه اكتر، عشان او من مكان ابعد فيعمل لي ارتفاع، يعني سعر تكلفه النقل تبقى اكبر. فبالتالي سعر الطن في الاخر هيزيد. طيب خليني يعني اسالك برضو عن العقارات اللي بيتم انشائها من قبل الدوله واعطائها للشباب، وبنشوف اسعارها بالصراحه واقبال الشباب عليها. يعني انا بشوف في بعض الندوات وفي بعض اللقاءات التسليم بتبقى حاجه مشجعه. يعني ده ملوش تاثير على السوق العقاريه المصريه؟ هو طبعا ليه تاثير يا فندم، لان هو بيساهم في سد فجوه الطلب. الدولة تقريبا بنت ما يقرب من 1,000,000 وحدة سكنية أو يزيد العدد كمان، وفي تسهيلات ممتازة. يعني الحجز ب15,000 جنيه دفعة الحجز دي الكراسة، وبعد كده المواطن بيدفع 25,000. بعد كده بيتم أول ما بيستلم أهم حاجة تقديم الدخل. بالظبط. وبعد كده بيدفع شهريا 400 جنيه. لا، الأقساط بتبقى من 700 ل 1400 حد أدنى وحد أقصى يعني. والله؟ ما فيش أقل من 700؟ ده في الإيجار. الإيجار هو اللي 400 صح؟ بالظبط. التمليك بيبقى في حدود من 700 ل 1000 ل 1400 كحد أقصى. 1400 كحد أقصى. والشقق مساحتها بتبقى حلوة، يعني 100 متر وفي 90 متر. مظبوط. أنا شفت مساحات حلوة على فكرة. محدود الدخل في الإسكان الاجتماعي في 2 تايبس. عندنا ال70 متر اللي هي غرفتين، وعندنا ال90 متر اللي هي 3 غرف ومتشطبه تشطيب. وفي شقق معديه ال 100 متر كمان. ده في الاسكان المتوسط. انا شفت ده في الاسكان المتوسط، لان انا شفت سياده الرئيس لما كان بيمنح بعض السكنه لمواطنين، كان بيدي للاسر الكبيره 150 متر، وكان بيدي 120 متر، وكان بيديها لهم مفروشه كمان يعني. ودي كلنا يمكن شفناها. ده جميل جدا وعظيم. انما اللي انا اعرفه عن الاسكان المتوسط هو 90 متر. لا، 115 متر و130 متر. 115 و130 متر. بسعر اجمالي من 900 ل1,000,000 و200. طب والمحدودي الدخل بتبقى في حدود كام؟ بتبقى في حدود مثلا من 250 ألف لغايه مثلا 300 ألف. حلو قوي. طبعا يا فندم. على كام سنه؟ بتوصل ل 20 سنه. ما هي بيسلمها لهم على المفتاح. ده اللي انا سمعته. ان هي المواطن بيستلمها على المفتاح بالظبط. على المفتاح. وبتبقى على 20 سنه. على 20 سنه. ومن بعد 5 سنين بيحصل المواطن على العقد الاخضر للدفع. على فكره لازم يعدي 7 سنين. 7 مش 5 عشان يقدر يتحكم في الوحده بتاعته. لا، هو ملوش حق انه يبيعها. هو معموله بعد 7 سنين بيكون وصل تقريبا ل 50% من سعرها. فبيقدر حتى لو هيبيعها بيخطر الصندوق وبيخصموا دفعه ما هو في دفعه زي مساعده. ايوه. او بيسموها معونه او حاجه كده. بتبقى في دفعه دي بتتخصم وبيقدر يتحكم فيها ويبيعها عادي. بيشيلوا اللي هي المعونه، وبعد كده هو يقدر المواطن ان هو يتحكم فيها. ولكن على مدار ال7 سنين لازم يكون ملتزم بعمليه البيع والحفاظ ايضا على العقار، يعني زي ما خدوا بالظبط. طبعا الواجهات بتاعه العمارات بصراحه شكلها جميل جدا، والشوارع تقسيمها وسعها. بصراحه المدن الجديده اللي عملها سياده الرئيس والعقارات الجديده يعني قمه في الروعه. هي بس يا جماعه احنا محتاجين احنا بقى نحافظ، عشان زي ما شفنا لما سياده الرئيس راح زار المواطنين اللي منحهم العقار بعد شهر
فوجئ ان هم للاسف لاعبين في الالوان وكاتبين اسماء وحاجات كده. كانت دي ثقافه المنظر بقى. والله كان صعب لا قوي. دي ثقافه. انا بناشد والله كل المواطنين اللي هم حظهم يعني مكنهم ان هم يستلموا شقه، يحافظوا على المدينه، يحافظوا على البنايه، لان كل ده متكلف. يعني الدوله اديته بسعر يعتبر حلو قوي، لان هي بتحاول تساعد المواطن، فما ينفعش انا ابقى واخداه بالسعر ده وابوظه كمان. ده يعني حرام. غير التكلفه يا فندم، الشكل الحضاري، وكمان المرافق، ودي حاجتك لا حافظ لما عليها. راح سياده الرئيس المره اللي فاتت بجد يعني الواحد كان حزين وهو بيشوف على شاشات التلفاز اللي حاصل في العماير دي. يعني صعب والله. يعني ممكن يعني بشويه توعيه وبعض وكده يعني بالظبط الناس تبدا ان احنا يبقى تحس عندنا بقيمة ثقافه الحفاظ على مظبوط. ممتلكاتنا، لان الدوله بتحاول، فما ينفعش ان هم يبقوا بيعملوا لنا وبيدونا باسعار كويسه وكمان احنا نبوظ. سيدي الفاضل، هل نحن بحاجه الى بعض نقدر نقول الضوابط عشان نقدر ان احنا ننظم العلاقه ما بين الشركاء والعملاء؟ الشركاء والعملاء ده في الشركات العقاريه. والله هو لازم كل واحد يراعي ربنا يعني. لا ده عميل عندك، وكمان هيجيب لك عميل تاني وتالت، فعامل العميل بشكل يستحقه. هو الراجل. يعني حضرتك مش شايف ان احنا بحاجه ان يكون في بعض الضوابط، بعض القوانين، بعض الرقابه اللي بتسيطر على هذه العمليه عشان تقدر تنظم العلاقه بينهم، ما يبقاش في مشاكل؟ وده كله هيشجع طبعا. ده اكيد يا فندم. هي القوانين اوريدي موجوده اللي هي بتنظم العلاقه بين المطور وبين المشتري. وهل هي مفعله؟ هي بقى المشكله في التفعيل او في التطبيق يعني هي مشكلتها ان هي مش مفعله بالظبط. هي زي اي حاجه، بتبص تلاقي التشريع مظبوط 100% وبينظم العلاقه، لكن تيجي على الارض تلاقي الموضوع مختلف تماما. بس لكن مفيش مشاكل طفت على السطح. اعتقد الموضوع ماشي كويس. البيع مستمر، الشركات عندها نمو طبعا في المبيعات وفي ارقام المبيعات. يعني البيع نوعا ما نقدر نقول ان هو فيه موجود، مش واقف خالص. ولن يتوقف يا فندم، لن يتوقف. طيب احنا قلنا ان احتمال كبير جدا مع ما يحدث في العالم ان يكون هناك زياده في سوق العقار. توقعك انه يوصل هذه الزياده نسبه قد ايه؟ والله في الدراسات بتقول ان ممكن يوصل في 2023 على مستوى الايجار من 12 ل 14%. معقوله؟ نعم. نسبه كبيره جدا. اما على مستوى البيع والشراء هيوصل من 20 ل 25%. ده اوفر قوي يعني. ده احنا دلوقتي وبنقول ان في مشكله، لما تحصل الزياده تاني دي هتبقى ما لازم يحصل يعني يحصل استقرار اقتصادي علشان العمله تستقر. ما هي دي برضه مشكله، ان الظروف اللي حوالينا هي اللي حاكمه، مش داخل مصر فقط ولكن الدول العالم على فكره. كلنا عارفين يعني ان الموضوع يعني حضرتك شايف ان السوق العقار لدينا فقط هو من يعاني ذلك، ام كل الاسواق على مستوى العالم كله؟ يعني لا، هي كل الاسواق طبعا بتعاني على مستوى العالم، انما هو سوق العقار عشان هو كبير، حجمه كبير وضخم، فهو ملحوظ، ملحوظ التاثير بتاعه. بس المشكله مش داخل البلاد، لان دايما احنا عندنا نظريه ان احنا شايفين ان ده جوه مصر بس. لا يا فندم، بالعكس، ده السوق العقاري المصري مختلف عن سوق العقار في العالم. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه يا فندم؟ احنا عندنا النمو في السوق العقاري هنا كبير. وعندنا ارتفاع الاسعار دي، ما هي مكسب للناس اللي اشترت. لما يجي يبيع، ما هو ارتفع سعر العقار اللي هو اشتراه من فتره صغيره او من فتره طويله، ارتفع بنسبه 20 و30%. بس فلا السوق ماشي وماشي بشكل جيد، عكس الخارج خالص، دول بره. بالظبط. يعني بره على ما اعتقد ان الاسعار تكاد تكون جنونيه اكثر. ده حقيقي. ومفيش عمليات. لا، وعلى مستوى يعني النمو يا فندم، احنا عندنا النمو هنا في السوق العقاري في السنه الماضيه. نعم. دي
22 40%. الله اكبر. مستوى النمو 40%. وفي الخارج طبعا ما وصلوش لهذه النسبه، ما وصلوش يعني يا فندم، ما وصلوش. يعني في امريكا مثلا وصل ل 30%، في دبي او الامارات وصل لمستوى اقل. فاحنا عندنا هنا الحمد لله السوق مختلف، يعني رغم اللي بيحصل في العالم السوق العقاري الحمد لله مش متأثر. يعتبر خلينا نقول ان هو بهذا الشكل لو قارناه مع الدول الاخرى، لا احنا في انتعاش. احنا الحمد لله السوق يعني لو هنقارن بالاخرين، يعني الحمد لله ما وصلناش للمستوى اللي هو الازمه، ما وصلناش للمستوى اللي يكون فيه احباط وفيه قلق على السوق يعني. انما طبعا لازم نعمل اللي علينا علشان خاطر الامور لا تسوء يعني. نعم. خلينا نقول برضو تأثير ان احنا ابتدينا ننطلق داخل البلاد وبناء الكثير من المدن، ليس فقط على مساحات صغيرة زي ما كنا 7%. كيف أثر ذلك على السوق العقارية؟ ان احنا بقى في نوع من التوسع، ما بقيناش محصورين داخل القاهرة فقط لا غير. ده التوسع ده مهم جدا يا فندم علشان نقدر نواكب النمو السكاني. نعم. عشان ما يبقاش فيه تكدس وما يبقاش فيه وبعدين هنا التوسع مش على مستوى السوق العقاري السكني فقط، لا ده احنا عندنا السوق العقاري فيه سوق العقاري الصناعي. بالظبط. في مصانع اتبنت وفي بتنشأ، وان شاء الله الامور دي. اصلي العقار يا فندم بيسموه استثمار المدى الطويل. نعم. فممكن الحاجات الجميله اللي بتتعمل النهارده هيبان اثرها، هتنفع يعني هيبان الاثر بتاعها بعدين مش دلوقتي. بالظبط يا فندم. احنا بنبني لقدام مش لتحت رجلينا. مظبوط يا فندم. ده اللي حضرتك تقصده. بالظبط كده. في الاستثمار الصناعي زي ما قلت لحضرتك، في الاستثمار الزراعي احنا برضو عندنا توسع واهتمام بزياده الرقعه الزراعيه علشان خاطر نستوعب برضو النقص. بالظبط. واحنا مهتمين بالرقعه الزراعيه عشان نقدر ان احنا نوفر المحاصيل اللي كنا ممكن نكون بنجيبها من بره، ولكن مع هذه الظروف الاقتصاديه والحروب اصبحنا بنحاول ان احنا نعمل اكتفاء ذاتي، ولكن بجانب المحاصيل الزراعيه والاهتمام بالزراعه اصبح هناك اهتمام ايضا بالسكنه وبالعقارات، ان احنا يكون عندنا مدن جديده تتعمل ونقدر ان احنا الناس يتوسعوا، انشاء مدن نقدر ان احنا نتيح فرص عمل، ان ما يكونش عندنا بطالة، لان كل ما هتبقى في مدينة جديدة كل ما هيبقى في عقارات جديدة، هيبقى في مجتمع جديد. هذا المجتمع يحتاج الى الايدي العاملة، يحتاج الى ان احنا من خلال هذا المجتمع ان نقضي على جزء من البطالة. ويمكن احنا شفنا ان احنا مع هذه الانشاءات، مع هذا التطور الذي يحدث في البلاد، مع هذه التنمية، استطعنا ان احنا نقضي على نسبة كبيرة جدا من البطالة اللي كانت بتعتري البلاد. يكاد يكون احنا وصلنا ان احنا قضينا اللي فاضل يمكن من البطالة يكاد يكون يصل 5% حاجة كده، يعني 7%، يعني نسبة يعتبر كويسة جدا. مع الاستمرار في عملية البناء، مع الاستمرار في عملية التنمية، هنقدر ان احنا نقضي على هذه البطالة. وده من خلال برضو السوق العقاري، لان زي ما حضرتك قلت ان احنا فيها عمالة كتير بيتم استخدامها. مظبوط يا فندم. وزي ما قلت لحضرتك هو ليس مقتصر على السكنه، يعني على سوق الشقق وكده، لا في عقار تجاري، في عقار اداري، في عقار زراعي صناعي وهكذا يعني. اكيد. مهندس سيد الخطيب الخبير الاستثمار العقاري، بجد سعدت بحضرتك جدا وشكرا. انا كمان كتر خير، شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام، لسه فقراتنا ما انتهتش. دايما بنقول مفيش احلى من الابتسامه الحلوه، ولكن عشان ابتسامتي تكون حلوه لازم اللثه عندي تكون كويسه جدا، لازم سناني تكون حلوه ومحافظه عليها. ازاي احافظ على اسناني واللثه؟ ده اللي هيكلمكم عنه زميلي هشام مع ضيفته العزيزه دكتور جيلان جمال، اخصائي جراحه اللثه والاسنان. خلينا نروح مع بعض الفاصل ونرجع لكم تاني.